السلام عليكم يا شباب. معكم عبد الرحمن رجائي في اتصالات هندسة شبرا. النهارده ان شاء الله هنبدا الفيديو رقم 1 في سلسله سي بلس بلس توتوريال. في الفيديو ده انا عايز واحد عمره ما برمج قبل كده ولا يعرف اي حاجه عن البروجرامينج. ان شاء الله في اخر الفيديو هكون حطيت رجلك على اول الطريق. في البدايه لازم تبقى عارف ان سي بلس بلس واحده من لغات البرمجه اللي بتستخدم بشكل كبير في عمل كمبيوتر ابلكيشنز وجيمز. اذا كنت في يوم من الايام نفسك تعمل حاجه منهم فانا بهنيك لانك جيت في المكان الصح. قبل ما نبدا كتابه اي كود لازم تعرف الاول ايه البرامج اللي انت محتاجها. عشان تعرف تكتب C++ انت محتاج حاجه اسمها IDE، و IDE stands for Integrated Development Environment، وده عباره عن برنامج تكست اديتور تكتب فيه الكود اللي انت فاهمه وبيكون بالانجلش. والكمبيوتر زي ما كلنا عارفين مش بيفهم انجلش، لكن هو بيفهم zeros و ones، عشان كده محتاجين حاجه تترجم الانجلش ده لzeros و ones. وده البرنامج التاني اللي احنا محتاجينه، حاجه اسمها كومبايلر، وده بيترجم الانجلش للغه يفهمها الكمبيوتر. ناس كتير بتداونلود الاي دي اي لوحده والكومبايلر لوحده، انما في حالتنا احنا هنداونلود الاتنين في نفس الوقت. هنخش على جوجل، هنسيرش عن كود بلوكس، نخش على اول ريزلت وده موقع الكود بلوكس. هنخش على داونلودز، في واحده هنا وفي واحده هنا، نخش على اللي تعجبك. هنلاقي قدامنا 3 خيارات: داونلود ذا باينري ريليز، داونلود ذا سورس كود، ريتريف سورس كود فروم SVN. الاثنين اللي تحت دول ملناش دعوه بيهم. هنخش على اول واحد. كود بلوكس بيقدم فيرجنز مختلفه لكذا اوبريتنج سيستم، ويندوز ولينكس وماك. طبعا معظم الناس او كل الناس اللي هيشوف الفيديو دوت هيكونوا بيستخدموا ويندوز، عشان كده قدامنا خيارين اتنين: كود بلوكس 10.05 setup.exe، كود بلوكس 10.05 mingw-setup.exe. والفرق ما بين الاتنين دول ان دوت هو الاي دي اي لوحده، دوت هو الاي دي اي مع الكومبايلر، وهو ده اللي احنا هننزله. طبعا كتير منكم هيبقى زعلان عشان ده مساحته اكتر، بس مش مشكله. في اسوأ الحالات لو سرعه نت عندك 512 هينزل في ساعه، ده في اسوأ الحالات لو النت عندك بطيء جدا 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 يعني. تمام، فاحنا هنداونلود من هنا او من هنا. داونلود من اللي يعجبك. انا عن نفسي هختار سورس فورج. هنستنى 3-4 ثواني هتلاقي الداونلود اشتغل لوحده. وادي الداونلود اهو اشتغل 70 ميجا. هنستارت داونلود ونستنى لحد ما ينزل. بعد ما الداونلود يخلص هتروح للمكان اللي انت نزلت فيه وتعمل سيت اب. حالتي انا نزلت على ديسكتوب، هبدأ السيت اب. عادي بقى يعني، دوس نيكست اي اجري، بس هنا خد بالك لازم تعمل full all plugins all tools just everything. دوس next، دوس install، سيبه ينزل في المكان اللي هو قالك عليه. install، استنى عليه شوية. بعد ما يخلص هيسألك إذا كنت عايز ترن الكود بلوكس ناو ولا لأ. احنا هنقوله لأ، استنى شوية. هنقول next وفinish. بعد ما السيت اب خلص هنفتح الكود بلوكس. ودي هي الواجهة الرئيسية للكود بلوكس. هنعمل برنامج صغير بس عشان نتأكد ان كل حاجة شغالة صح. هنعمل نيو بروجكت، ممكن تخش على من هنا بس انا هخش على من فوق. فايل، نيو بروجكت، هنختار كونسول ابلكيشن. ده ابسط برنامج ممكن يتعمل بالسي بلس بلس. هندوس جو، دوس نيكست. هنختار سي بلس بلس لان سي لغة برمجة تانية خالص ملناش اي علاقة بيها دلوقتي. دوس نيكست، اختار عنوان اسم البروجكت. انا عن نفسي اسميه يوتيوب 1، او لا اسميه يوتيوب بس. هختار المكان. انا عندي هختاره على الكمبيوتر، على الدي، على سي بلس بلس، سي بي يعني كود بلوكس.
ندوس اوكي، ندوس نيكست، ندوس فينيش. كده نبقى عملنا بروجكت. تعال نشوف هو شغال ولا لأ. على القائمة اللي على الشمال خش على sources، على main، وده هو أبسط برنامج ممكن يتكتب بالسي بلس بلس. البرنامج ده كل اللي بيعمله إنه بيفتح لك الشاشة السوداء اللي هي بتاعة الكونسول، اللي هي زي دي كده مثلا، وبيكتب لك فيها الكلام المكتوب هنا، بيكتب فيها hello world. تمام، ده كل اللي بيعمله. تعال نشوف هو شغال ولا لأ عشان نتأكد إن كل حاجة صح، عشان نبقى جاهزين للفيديو الجاي إن شاء الله. هنطلع فوق، هندوس build and run، السهم الأخضر اللي وراه تيرس، هندوس build and run. هيفتح لك ويندو مكتوب فيها hello world. انت كده لو ماشي معايا وجالك كده، يبقى اعرف ان انت ماشي صح، وانت جاهز للفيديو الجاي ان شاء الله، اللي هتتعلم فيه ازاي انت تكتب الكود دوت وتبقى فاهمه ان شاء الله. بس كده نبقى خلصنا الفيديو الاول. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوني اول باول. اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.